نصيحة يا ابني، لما تبقى شغال في مكان لازم تحافظ على كرامتك. أدي شغلك بما يرضي الله واعمل اللي مطلوب منك، لكن لازم تحافظ على كرامتك. هي مالكش إلا كرامة واحدة. أنت ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الراجل ده عشانك، وأنت ربنا سبحانه وتعالى جعل الراجل ده سبب للرزق ليك. لكن لو سبته هتلاقي رزقك في حتة تانية. رزقك على ربنا مش على صاحب المكان. اوعى تفكر ان صاحب المكان اللي بيرزقك يبقى انت كده كفرت بالله. رزقك على ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى تهين كرامتك عشان خاطر شغل، لان في ناس ناقصه. صحاب شغل يقول لك لما اعلي العربيه وروح افسح الكلب وروح اودي العيال المدرسه. لا يا حبيبي، انا ليا شغلي جوه المكان احافظ عليه، وشغل المطلوب اعمله بما يرضي الله، لكن كرامتي فوق كل شيء. اوعى صاحب شغل يهينك وتستنى عنه، لان صاحب الشغل اللي بيستوطى حته حد بيفضل راكب على كتافه طول عمره. لازم رقبتك تبقى مرفوعه. ايا كان الشغل ليك كرامه لازم تحافظ عليها. رزقك على ربنا سبحانه وتعالى، وكرامتك لو ما حافظتش عليها وراحت يبقى كل حاجه راحت. فصاحب الشغل سبب في الرزق، لكن مش صاحب الرزق. صاحب الرزق ربنا سبحانه وتعالى. فتحافظ على كرامتك وما تدنيش نفسك من اجل حد ايا ما يكون الحد. وبالنسبه للناس الشباب اللي بيشتغلوا مناديب مبيعات، نصيحه ليك يا حبيبي: لما تستلم عربيه ما تمديش على شيك على بياض، او الشيك بمليون جنيه وانا سالم بضاعه ب 10000 جنيه. لا، هو عايز يضمن حقه، وانا طالع بالعربيه يمديني على شيك بثمن اللي في العربيه، ارجع اديله فلوسه واخد الشيك بتاعي اقطعه وامشي. كل يوم امضي شيك، كل يوم امضي شيك. لكن ما امضيش على شيك وانا بشتغل وتيجي تحبسني في الاخر. لا، الشغل شكرا مش عايزه. حافظوا على نفسكم وعلى كرامتكم. زي ما انت محتاج لصاحب الشغل هو محتاج لك. انت من غيرك الشغل يقف. هو ليه دكانه او ليه مصنعه، انت ليك 1000 مصنع و1000 دكان. ده رزقك على اللي خلقك مش عليه. كرامة ملهاش بديل. ربنا يحفظكم جميعا ويتوب علينا ربنا.